السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب في كل مكان. معكم مستر محمد محمود. طبعا كنا الفترة اللي فاتت عاملين مسابقة على اليوتيوب وعلى صفحة الفيسبوك، وفي بعض الطلاب مشكورين قاموا بحل الأسئلة وبعتوها لنا إن شاء الله. طبعا هنراجع كل الأسئلة، وجميع الطلاب إن شاء الله اللي حلتها صح هيكون ليهم بإذن الله هدية في الصف. هنحل النهاردة أول سؤال نزلناه اللي هو سؤال الصف الأول الثانوي، والسؤال معايا بيقول: إذا كان 4 س أس 2 زائد 9 ص أس 2 بتساوي 2 س زائد 3 ص ت في 6 زائد 12 ت. طبعا لو ركزنا هنا يا شباب هنلاقي إن الجزء ده يحتوي على ت والجزء ده لا يحتوي على ت. طيب أنا عاوز أظهر ت الناحية التانية، أحط هنا مكان الموجب ده سالب ت أس 2. ت أس 2 قيمتها سالب 1، وأنا حاطط سالب أصلا يبقى موجب 1، يبقى أنا ما عملتش أي حاجة في المسألة، كأني شلت 1 وحطيت مكانها سالب ت أس 2. تصبح المعادلة إيه بقى؟ 4 س أس 2 ناقص قلنا هنحط ت أس 2 سالب ت أس 2، أدي السالب وأحط ت أس 2، يبقى ناقص 9 ص أس 2 ت أس 2. طبعا لو الطالب ركز ت تربيع بسالب 1 وفي سالب يبقى موجب 1، يبقى أنا ما عملتش حاجة. وبعدين هحلل المقدار ده فرق بين مربعين، 2 س ناقص 3 ص ت مضروب في 2 س زائد 3 ص ت، وهساويه بالطرف الأيسر. الطرف الأيسر عندي اللي هو أهو زي ما احنا شايفينه اللي هو 2 س زائد 3 ص ت مضروب في 6 زائد 12 ت. هبص عليها بقى 2 س زائد 3 ص ت هتضيع مع 2 س زائد 3 ص ت، يتفضل لي ايه بقى؟ 2 س ناقص 3 ص ت بتساوي 6 زائد 12 ت. دول ايه؟ عددين مركبين بيساوي بعض، يبقى الجزء الحقيقي اللي هو 2 س بيساوي الحقيقي اللي هو 6 بالقسم على 2 يبقى الس ب3، والجزء التخيلي اللي هو سالب 3 ص هساويه بالجزء التخيلي اللي هو 12 بالقسم على سالب 3 يديني ص بتساوي سالب 4، يبقى س زائد ص بتساوي 3 زائد سالب 4، يطلع الحل بتاعي سالب 1. وكده نبه لنا سؤال الصف الأول الثانوي. استنونا في أسئلة إن شاء الله هتنزل على الجروب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.